بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. موضوعنا وبحثنا إخواني انطلاقا من الآية الكريمة يدور حول هذين المحورين. أولا، المحور الأول من بحثنا وموضوعنا أسباب وحقيقة المعاناة في شهر رمضان. أسباب وحقيقة المعاناة في شهر رمضان المبارك. ثانياً إخواني وأعزائي، كيفية الدعوة من قبل الله تبارك وتعالى إلى كافة عباده، كيفية الدعوة إلى أداء هذه الفريضة وما ورد فيها من ملاحظات ومستثنيات. أولاً، قوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أسباب وحقيقة المعاناة في أيام شهر رمضان. أولاً، منع النفس، أرجو الانتباه، منع النفس عن ما تهوى إليه وتميل. منع النفس عن ما تهوى إليه وتميل. ما المقصود من هذه الكلمة؟ إخواني وأعزائي، كما تعلمون تعلق الإنسان الصيام هو الإمساك عن المفطرات، وفي المقدمة الطعام والشراب. تعلق الإنسان بهذه المفطرات في أيام أو في الأشهر السابقة خصوصاً بالطعام والشراب يجعل الإنسان يعيش نوع من المشقة ونوع من المعاناة. كيف وبأي معنى؟ منع أو يمنع الصائم عن الطعام والشراب في أيام شهر رمضان. يجوع والطعام أمامه والصوم يمنعه، يعطش والماء أمامه والصوم يمنعه. يبدأ الصراع في وجود المسلم الصائم بين نفسه الذي تأمره أن يأكل أو يشرب وبين الطاعة لله تبارك وتعالى والتمسك بوجوب الفريضة وهي فريضة الصيام. هذا الصراع إخواني الصراع الشديد كما تعلمون لتعلق الإنسان بالمفطرات وفي المقدمة الطعام والشراب يجعل الإنسان يعيش نوع من المعاناة والمشقة. لماذا إخواني وأعزائي؟ كما تعلمون طبيعة الإنسان سنة 12 شهر ما عدا هذا الشهر أنه متعلق بالطعام والشراب، وفي هذا الشهر وإذا بالفريضة فريضة الصيام تمنع الإنسان أن يأكل وهو جائع، تمنع الإنسان أن يشرب وهو ظامي عطشان إن صح التعبير. وهذا التعلق وهذا المنع الذي فرضه المولى تبارك وتعالى على كافة عباده المؤمنين بطبيعة الحال يجعل الإنسان أن يعيش نوع من المشقة والمعاناة. ثانياً، التمرد على العادات. التمرد على العادة كيف وبأي معنى؟ كما بينا إخواني وأعزائي ما عدا الشهر الفضيل الإنسان له مجموعة من العادات والتقاليد يمارسها كان في الأشهر السابقة. في اليوم الواحد يأكل الطعام 3 وجبات، ينام في هذه الساعة ويجلس في تلك الساعة، يذهب إلى محل عمله وساعة الرجوع أيضاً بيده وعلى حسب مزاجه إن صح التعبير. ولكن في أيام شهر رمضان يجب جميع هذه العادات أن تترك. يجب جميع هذه العادات الذي تعود عليه الإنسان في الأشهر السابقة يجب أن تترك. وقت الطعام والشراب يختلف، ساعات النوم والراحة تختلف، ساعات الذهاب إلى العمل والرجوع من العمل أيضا يختلف. هذا الاختلاف إخواني بين هذا الشهر
والشهور السابقة إن صح التعبير هو التمرد على العادات. التمرد على العادة الذي كان الإنسان في الأشهر السابقة متعود عليها. يعني أنت في كما بينا في اليوم الواحد الصبح الريوق، الظهر وجبة الغداء كذلك، وبالنسبة إلى ساعات النوم أيضا، الذهاب إلى العمل والرجوع أيضا، وجميع هذه العادات الذي تعود عليها الإنسان في الأشهر السابقة بسبب مجيء الشهر الكريم والتمسك بوجوب الفريضة والقيام بها يجب أن تترك بطبيعة الحال. التمرد على العادات تجعل أن الإنسان أيضا يعيش نوع من المشقة والمعاناة. ثالثا، كما تعلمون إخواني، شهر رمضان من ضمن الأشهر القمرية. شهر رمضان من ضمن الأشهر القمرية، والأشهر القمرية تتميز بهذه الميزة وهي لها حالة الدوران. يعني تارة الشهر الفضيل يقع في موسم البرد والشتاء، وتارة يقع شهر رمضان في موسم الحر والصيف. وكما تعلمون معاناة البرد والجو المعتدل في نوع من التخفيف عن ألم أو معاناة أو مشقة صيام شهر رمضان، ولكن أين المشقة؟ تتضاعف المعاناة إذا صادف شهر رمضان مع موسم الحر والصيف. وبالمناسبة أخواني، حتى بالنسبة إلى ساعات الصيام في موسم الحر الساعات تتضاعف أكثر بكثير من ساعات الصيام في موسم البرد والشتاء. أيضا إخواني، هذا المضمون وهذا المطلب إن دل على شيء يعيش الإنسان في هذا المورد أيضا نوع من المعاناة والمشقة.